المسلمون، أيها المشاهدون الكرام، إن والله إنها لساعات عظيمة أن الإنسان يتدبر ويجلس في مكان، وهذا المكان يكون سواء في مسجد أو في مدرسة أو في بيت، ويكون ذلك البيت يتلى فيه القرآن الكريم ويعظم فيه شرائع الإسلام، فهذا شرف عظيم. فأي شرف أن يكون أولادك يكونوا من حفظة كتاب الله عز وجل، ويكون القرآن حجة لهم لا حجة عليهم، حجة لهم يقودهم إلى بر الأمان وإلى بر الخير والإحسان، لا يأخذهم إلى بر الهوان والعياذ بالله، ولا نتمناها لأي أحد من المسلمين. نحن غايتنا واحدة، وهي المشي على ما أمرنا به نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم من أخلاق عظيمة ومن صفات حميدة ومن التزام على طريقه، وهي الطريق المستقيم. لابد علينا أن نتشبث وأن نعرف قدر ما نستطيع قيمة وفضل القرآن الكريم لدى القارئ، لأن قارئ القرآن الكريم يقال له يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ولو توفاك الله على آخر آية وأنت تقرأها وأنت تعبد الله عز وجل في تلك الصلاة وتقرأ القرآن الكريم، فإن تلك الآية ستكون شفيعا لك لا شفيعا عليك. شفيعا لك يقال أن هذا العبد كان يقرأ به أناء الليل وأطراف النهار، وكان لا يمل وكان لا يتعب إلا وأكمل ما تبقى من قراءة القرآن، فأدخله يا رب في الجنة. فيقول الله عز وجل فهو في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه هي الغاية العظيمة، وهذا هو الفرج العظيم. لمثل هذا فليتنافس المتنافسون، فيكون تنافسنا على الخير وعلى قراءة القرآن. لابد علينا أن تعم هذه الفكرة وتكون فكرة راسخة على عقول أجيالنا إن شاء الله، ونتمنى أن يحفظكم الله عز وجل، وأن يحفظ أبناءنا، وأن يحفظ سائر المسلمين إن شاء الله. نتمنى من المولى العلي القدير أن ييسر لكم الأمور، وأن يشرح صدوركم لما فيه الخير ولما فيه الرضا ولما فيه صلاح الدنيا ولما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم يسر لنا أمورنا واشرح صدورنا بالعلم النافع. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين.